لو ناوي انك تشتري تليفون في الفئة المتوسطة العليا فالفيديو ده بتاعك. الحرب على الفئة دي السنة دي بدأت متأخر شوية، كمان بحكم ان التليفونات البراندنج قوي قال هتكمل معانا 27. معانا النهارده 3 تليفونات، واحد من فيفو، واحد من سامسونج، واحد من هونر. الثلاثة يعتبروا في نفس الفئة السعرية، الاختلافات ما بينهم بسيطة جدا، وعلى الورق الثلاثة يعتبر مش بعاد عن بعض قوي، بس في الحقيقة في اختلافات في كل جهاز بتخليك تختاره. فانت شوف انت انهي مستخدم وعلى اساسه قرر هتاخد انهي جهاز فيهم. يلا بينا نبدأ الفيديو. هتلاقي واحد البطارية اللي بتميزه، وهتلاقي واحد كاميرات وتصوير الفيديو بيميزوه، وهتلاقي واحد عنده احسن سوفت وير. فانت هتشوف انت محتاج ايه، وهي دي الفكره، ان انا ما اقدرش اقول لك خد التليفون ده كده على طول وانت كمستخدم مش عارف انت محتاج ايه. فانت في الفيديو ده ركز وشوف اولوياتك، انت محتاج تاخد انهي جهاز وعلى اساسه ابتدي قرر وشوف انهي جهاز اللي هتبقى تجربته كويسه معاك. اول حاجه هنتكلم عنها هي تصميم التليفونات الثلاثه. انا بصراحه كحازم بقيت شايف ان الفئه المتوسطه العليا ما بقاش فيها اختلافات في التصميم ما بينها وما بين الفلاج شيب. يعني انت لما بتمسك تليفون دلوقتي ما بقتش تحس ان هو رخيص، لانه فعليا مش رخيص. التليفونات داخله على 30,000 جنيه، فهي فعليا مش رخيصه خالص. فانت بتشتري تليفون غالي، فلازم يعكسوا لك التجربه دي. فكل التليفونات هتلاقي ظهرها جاي من الازاز، وهتلاقي الفريم بتاعها من الالومنيوم، كلها خامات معدنيه وكلها خامات بريميوم جدا. وحتى ماسكه التليفونات الثلاثه برضه مش هتلاقي ان في ماسكه تليفون مش مريحه في ايدك، ممكن تلاقي اوزان اخف. يعني عندنا الاي 57 هو اخف تليفون فيهم، وزنه كويس جدا السنه دي، وسامسونج عامله فيه شويه شغل كويسين عن السنه اللي فاتت. يعتبر السنه اللي فاتت كان شكله قديم شويه، وستيل برضه السنه دي شكله قديم شويه مقارنه بالجهازين التانيين، بس نقدر نقول يعدي كده بالواسطه عشان إيه اسمه سامسونج، فاهمني؟ فيمشي. لكن بنتكلم في المطلق فالتليفونات الثلاثه انا بصراحه شايف ان هم تصميماتهم كويسه جدا. تسالني عن رايي الشخصي اقول لك هاخد السامسونج، لاني بحب الحاجات البيزك. عيني اتعودت على التليفونات ان يبقى شكلها ستوك كده، انا بشوف التليفون ده عارف ان هو شركه كذا، غير زمان بقى لما كنا بنلعب كل سنه وكل جيل. انا بقيت ضد المدرسه دي تماما، بقيت احب الاستقرار. التليفون لما نغير فيه نغير حاجات بسيطه، ما يبقاش التغيير جذري ما بين جيل لجيل. نخش بقى على الشاشه. عندنا هنا حرب. الثلاث شاشات كلهم بيجوا 120 هرتز اموليد، فما فيش اختلاف ما بينهم جوهري. بس طبعا زي ما احنا عارفين سامسونج عندها الخلطه السحريه. سامسونج هتديك احلى الوان بالرغم من انها مش اعلى سبيكس، مش اعلى كثافه بكسلات، بس في الحقيقه تجربه الشاشه في سامسونج في حته ثانيه. وطول عمرها كده سامسونج لما بتمسك تليفون منها عمرك ما تكره الشاشه بتاعته. حتى لو اقتصادي بتمسك التليفون تحس ان الالوان فيها حاجه غلط كده، هم عندهم التتبيله بتاعت التليفون. فدي نقطه قوه لسامسونج. بس لو انت من محبين الشاشات الكبيره فهتبقى ميال للفيفو الفي 70 اف اي، لان هو يعتبر جايب اكبر حجم شاشه 6.83 بوصه، يعني بيلعب في احجام الالترا والماكس من ابل وسامسونج. لو احنا بنتكلم على حجم فهو يعتبر اكبر حجم تليفون في الثلاثه. فانت دلوقتي هتيجي تقول لي قلت ميزه في سامسونج وقلت ميزه في فيفو، هو ايه مفيش حاجه الهونر؟ يعني اقول لك بصراحه لا، وفي اهم حاجه وهي الكريزه. هونر جايه لك باضاءه 6000 نتس، يعني لو سافرت بره كوكب الارض ونورت جنب الشمس كده البرايتنس هتشوف الشاشه بتاعتك، مش هتحس ان الشاشه فيها اي مشكله. فرقم كويس جدا، يعتبر هو ترندي عشان ما نضحكش على بعض. يعني مقارنه بيهم مش هتحس ان الفرق جوهري، بس في فرق. فدي نقطه قويه جدا لهونر بصراحه. بنتكلم في 6500 نتس، رقم كبير جدا، نقطه مهمه جدا وتحسب لهونر في الفئه دي. فقره المعالجات بقى حدث ولا حرج، هونر هنا رقم واحد. انت بتتكلم في السناب دراجون 7 جين 4، اقوى اداء في الالعاب موجود في الفئه دي. هيديك اداء قوي جدا مستقر جدا، واسم سناب دراجون كفايه لوحده ان هو يبقى داعم لكل الجيمز اللي انت نفسك تجربها. عايز تلعب بقى ببجي، عايز تلعب كود، عايز تلعب وورزون، كل حاجه شغاله معاك على اداء كويس جدا. مش هتحس ان انت متاخر، مش هتحس ان انت بتلعب وانت متضايق نهائي. ادائك مستقر، ادائك سلس في كل حاجه بتعملها. معالج قوي جدا من السناب دراجون. نيجي للتاني وهو الفيفو، هيديك الاداء المتوازن اللي برضه مش هيبقى ناقصه حاجه. بتتكلم في الدايمنستي 7360 تربو، اداء قوي جدا برضه، مش هتحس ان انت متاخر خالص عن ال 7 جين 4 بتاع كوالكوم. هتلاقي ان التليفونين قريبين من بعض. لكن بصراحه ثالثهم هو الاي 57 بفرق ملحوظ شويه، نقدر نقول ان هو اقلهم في اداء الالعاب والجيمنج. لكن على استخدام يومي الثلاثه بيقدموا لك تجربه مالتي تاسكينج قويه جدا وحلوه جدا، ومش هتحتاج ان انت تاخد تجربه اعلى من دي. يعني دي تجربه فلاج شيب تقريبا في المالتي تاسكينج. الفلاج شيب دلوقتي اللي بيفرق ما بينه وما بين تليفونات الهاي ميد رينج اللي احنا بنتكلم فيها دي هو بس مثلا نقط شبه الكاميرات اللي بقى سوبر، الاداء اللي بيبقى في الجيمنج سوبر، الحاجات التبريد، الحاجات اللي هي التفاصيل الفنيه قوي دي بس. لكن احنا بنتكلم كتليفونات في الفئه دي فانت يعتبر واخد تجربه استثنائيه في كل حاجه. مش هتحس ان انت ناقصك حاجه، ولا هتحس ان في فلاج شيب ده انا نفسي اشتري الفلاج شيب ده عشان بيقدم كذا، الا لو انت شخص سبيسيفيك في حاجه معينه محتاج عشانها التليفون الفلاج شيب. نيجي بقى ونلعب في ملعب سامسونج في الفئه المتوسطه. وبصراحه في الفلاج شيب سامسونج في حته الكاميرات
ليها برضه لمسة مختلفة عن باقي الشركات كلها. سامسونج هنا بتقدم لك setup كاميرات أنا باشوفه الأفضل ما بين ال3. ممكن ناس تختلف معايا، ممكن ناس تقول فيفو أحسن، ممكن ناس تقول هونر أحسن، بس أنا باحب معالجة سامسونج للصور، باحب معالجة سامسونج في الفيديو، ودي حاجة برضه مش كل الناس ممكن تتوقعها، يعني اللي هو سامسونج وفيديو. سامسونج هي المنافس الأول لأبل في حتة الفيديو لمعلوماتكم، وما باقولش إنها أحسن من أبل، بس هي المنافس الأول. ولو هنتكلم إنه في حد قريب إن هو ينافس أبل وياخد منها لقبها، ولو أنت شايف إنه صعب، بس هيبقى سامسونج. ففي كل الفئات بصراحة سامسونج في حتة الفيديو هي لوحدها شوية. ده مش معناه إن الهونر كاميرته سيئة نهائي، هونر قوي جدًا، فيفو قوي جدًا، جدًا، بأرقام سنسورات وبأرقام ميجا بكسل هتخلّيك تفكر كتير قبل ما تقول إن سامسونج أحسن. بس أنا بالنسبة لي عمري ما اعترفت برقم الميجا بكسل بتاع الكاميرا، بيبقى أرقام 200 ميجا بكسل وتلاقي كاميرا 12 ميجا بكسل حاطة عليها. الموضوع كله قايم على أسلوب المعالجة، وقايم على فتحة العدسة، وقايم على شوية حاجات كده مختلفة عن مجرد رقم ميجا بكسل. لأن دلوقتي الAI بيعمل حاجات كتير أوي في الصورة قبل ما تطلع لك، والمعالج بيفرق جدًا، جدًا في تجربة استخدام الصورة. ممكن يبقى نفس السنسور في نفس عدد الميجا بكسل، بس تاخد منه صورة مختلفة عن صورة تانية طالعة من معالج تاني. فهنا أنا بالنسبة لي رقم 1 هيبقى سامسونج الA57 أحسن كاميرا في ال3. لو هنتكلم كمركز تاني فيفو وهونر، ما أقدرش أفاضل حد على حد، فالاتنين دول يعتبروا كpackage هم حلوين جدًا. أي واحد منهم هيديك تجربة مرضية جدًا. وعايز أقول لك حاجة، أي واحد من ال3 عمومًا هيديك تجربة مرضية، ومش هتحس إن أنت بعيد أو إن أنت لأ، ده أنا المفروض التليفون ده بقى إزاي ولازم يبقى معايا تليفون الكاميرا وبتاع. لأ، ال3 كويسين جدًا، جدًا، بس أنا لو بافاضل بنسبة، يعني ما باقولش إن التانيين أدائهم وِحِش وده اللي أداؤه الخرافي السوبر، لأ خالص. ال3 أدائهم كويس، وال3 يعتمد عليهم في أي وضع تصوير أنت محتاجه. نيجي بقى للنقطة اللي دايمًا سامسونج متأخرة فيها، هي وأبل. وما أظنش إن سامسونج هتتقدم في الحتة دي نهائي، هتفضل الصين رقم 1 في حتة البطاريات. أنت هنا بتتكلم عن 3 تليفونات فيهم 2 بطارياتهم 7000 ملي أمبير، وواحد بطاريته 5000 ملي أمبير. أكيد طبعًا كلنا عرفنا مين اللي بطاريته 7000 ومين اللي بطاريته 5000. الاتنين اللي بطاريتهم 7000 هم الهونر وفيفو. الهونر بييجي بسرعة شحن 80 واط، وفيفو بتيجي بسرعة شحن هي الأسرع ما بين ال3 90 واط. لكن سامسونج على جانب آخر بييجي ببطارية 5000 ملي أمبير، وبييجي بسرعة شحن 45 واط، اللي هي يعتبر قفزة ونقلة كبيرة من الجيل اللي فات. خدناها من الA56، كان أول جهاز ييجي أعلى من ال25 واط في الفئة المتوسطة، فكان وقتها ده طفرة. فلسه سامسونج ما لحقتش تحلب الطفرة دي كويس. وده الجانب بتاع البطاريات. أكيد طبعًا سامسونج أقل واحد فيهم كscreen on time وكسرعة شحن. الاتنين التانيين يدوك استخدام يومين مرتاح، لو أنت مش بتتقل على الجهاز أو جيمر أوي، يعني اللي هو استخدام طبيعي على بال ما تحس إن أنت التليفون محتاج يبلجد in. تعالَ بقى نرجع، مش معقولة كل مرة سامسونج، سامسونج، سامسونج. لأ يا عم، عندنا سامسونج حلوة برضه. نيجي للسوفت وير والتحديثات. أنا كحازم على المستوى الشخصي سوفت وير سامسونج أنا باشوفه هو أحسن سوفت وير على أي تليفون في الدنيا في الحياة، يعني مش أندرويد بس أو iOS، لأ هو أحسن سوفت وير على أي تليفون. customization، واجهة مستخدم، كل حاجة أنت محتاجها كسوفت وير هتلاقيها، وهتلاقيها من زمان. يعني لو في شركةٍ ما لسه مفكرة تضيف feature جديد، هتلاقي سامسونج كانت عاملاه مثلًا في 2014. فعلى طول سوفت وير سامسونج سباق، على طول هو واخد خطوة لقدام. ده غير كمان الميزة الرهيبة اللي بتقدمها لك 6 سنين تحديث أندرويد، وده رقم ما فيش شركة تانية في الفئة المتوسطة ولا حتى في العادي كشركات أندرويد بتديك الرقم ده. ما فيش غير شركة أبل وجوجل هم اللي بينافسوا في الموضوع ده. وكمان سامسونج في الفلاج شيب مزودة السنة كمان 7 سنين تحديث. فالشركات الصينية بعيد جدًا عن الرقم ده، والموضوع ده مهم أوي لأنه بيحفظ لك سعر تليفونك في الماركت فاليو بتاعه على مدار السنين. يعني أنت بتتكلم إن أنت لو حبيت تغيّر تليفونك بعد كام سنة، لأ التليفون هيفضل ماسك سعره، مش هتحس إن أنت خسران في تليفونك أوي. ودي ميزة قوية جدًا. أنت بتتكلم إن أنت كمان سنتين 3 لو حبيت تغيّر، هيبقى في تليفونات أصلًا لسه نازلة في نفس موديل السنة واخدة مدة التحديث اللي فاضلة لك. نيجي بقى للخلاصة. أنت دلوقتي بتفكر ومعاك مبلغ يخلّيك تشتري أي تليفون من ال3 دول. أنا هاقول لك، وده معتمد عليك أنت برضه، يعني لازم برضه تبقى عارف أنت محتاج إيه. يعني لو عايزين تليفون موجه بشكل رئيسي للجيمنج فهناخد الهونر. طب عايزين تليفون يبقى بالانس ما بين كاميرات وجيمنج وما بين تجربة مستخدم، ولو بنحب الشاشة الكبيرة فهيبقى هو الفيفو. طب عايزين تليفون بيدينا أحسن سوفت وير وأحسن تجربة كاميرات، بس مش فارق معانا لا بطارية ولا فارق معانا جيمنج، ساعتها هنفكر بشكل قوي جدًا في سامسونج. فبالنسبة لي الأولوية راجعة على احتياجك أنت للتليفون، مش مجرد إن أنا هاقول لك اسم تليفون وأنت تروح تشتريه. لأ، شوف أنت محتاج إيه في تليفونك وعلى أساسه قرر تشتريه. ال3 هيدوك أداء مرضي، ال3 مش هيعطلوك، ال3 هيعملوا الحاجة اللي أنت محتاجها منهم بشكل أو بآخر أيًا كانت النتيجة، بس ال3 هيقدروا يدوك اللي أنت محتاجه. وبس كده. دلوقتي بقى قُل لي
أنت هتختار مين؟ اكتب لي في الكومنتات التليفون اللي أنت شايف إن هو أحسن في ال3، ولو مختلف معايا في حاجة قُل لي برضه في الكومنتات نتناقش مع بعض. كان معاكم حازم Tech View، ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب لو أول مرة تشوفني. كان معاكم حازم Tech View، سلام.